شوفوني غسالة الصوف. هذا مثل شعبي نقولوه للإنسان اللي يبغي يوري روحه ويبغي يستعرض القدرات تاعه، إن كانت الجسدية ولا العقلية. فقصة هذا المثل تقول بكري كانوا الناس يستعملوا الصوف في استخداماتهم اليومية، في الملابس، في الفراش وغيره. وكانوا يعني كل موسم يروحوا يقوموا بجز الصوف، يعني الناس اللي تربي ولا الموالين اللي يربوا الغنم يروحوا يجزوا الصوف ومن بعد يدوها للواد يغسلوها، ما يغسلوهاش في الدار، يغسلوها في الواد بصفة ولا بشكل جماعي. يروحوا كاع أهل الدوار ولا أهل القرية يدوا النساء يروحوا يغسلوا في الواد، والرجال يروحوا على جهة ويقعدوا يعني مقصرين ولا يقعدوا يعسوا فيهم بصح من بعيد لبعيد باش ما يشوفوهمش. ولا الشباب كانوا يروحوا زعما غير يدوروا هكا شغل يلبسوا لبسه تاعهم بكري، الحطه تاع بكري، سروال عرب، عبايه هكا كيما نقولوا جديده، لامون تاع داك الوقت، ويركبوا على الخيل تاعهم ويروحوا يقعدوا يدوروا. راكم تعرفوا يديروا هذيك الشوفات كيما نقولوا. فحتى البنات كانوا كذلك هما يلاحظوهم. ومن هذا المنطلق كانت تحدث بزاف خطوبات وزيجات، وكانت كذلك توقع مشاكل. فيعني كان يعني الشباب كما قلنا يقعدوا يستعرضوا في رواحهم في الخيل تاعهم، في الخيل فوق الخيل واللبسه كيما راهم يضربوا الشباب، يعني يروحوا في السيارات الفاخره والملابس والحطات ويقعدوا كما تعرفوا يدوروا في الشوارع ولا عند ليكولات ولا عند المدارس. كانوا هذاك الوقت يروحوا للواد باش يستعرضوا. كانوا يقولوا هذا المثل شوفوني غسالة الصوف نسبة إلى هذا الموقف، يعني الشباب اللي كانوا يقابلوا الغسالات ويستعرضوا نفوسهم، يعني شوفوني غسالة الصوف. ولكن يقول لك شوفوني يا ناس. فكما قلنا المثل هذا يستخدم لأن أي إنسان يبغي يبين حاجة فيه نقول له شوفوني يا ناس ولا شوفوني غسالة الصوف، يعني باش يكون أبلغ. وكانت هذه هي القصة تاع المثل، نتمنى يكون عجبكم. واللي عنده اي مثل ولا كلام شباب ولا قصه ولا يرسلها لنا في الخاص ولا يكتبها لنا في التعليقات. وشكرا اللي راهم يتواجدوا معنا ويرسلوا لنا الامثال تاعهم، ان كان على الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا حتى على تيك توك واليوتيوب. نشكركم. وهذا المثل يعني للملاحظه كنا نشرناه في العدد التجريبي الاول ولكن ما كملناش، فعاودنا اليوم رانا نشرناه. كان معكم علي فارس في ركن قهوه تبريق على موقع صوت رحويه. نقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وصحه عواشركم. الى اللقاء، السلام عليكم.